قلت اشتغل مسحراتي هنا في انجلترا السنه دي. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. احنا كده خلاص الاسبوع ده ان شاء الله هيبقى رمضان، والدنيا هتبقى صيام بعد كده. هنا في انجلترا رمضان والصيام حاجه تانية خالص. انسى بقى اللي انت تعرفه في مصر، وانسى اللي انت تعرفه في الدول العربيه. الموضوع كله هنا مختلف تماما. اصحى يا نايم وحد الدايم، لا إله إلا الله، رمضان كريم. تخيل بقى وانت ماشي في انجلترا كده، قيس فجأة تلاقي مين؟ عمك المسحراتي. اصحى يا نايم وحد الدايم. هنا بقى انا وحشني جدا موضوع المسحراتي في مصر. زمان واحنا صغيرين عيال كنا لسه بنقعد نستنى المسحراتي علشان خاطر يصحينا، مع ان احنا كنا صاحيين بس كان عشان يصحينا. فانا قلت اشتغل مسحراتي هنا في انجلترا السنه دي. طبعا في انجلترا هنا استحاله انك هتلاقي مسحراتي ماشي الساعه 1 بالليل ولا 2 بالليل، لا خالص. يعني مفيش الموضوع ده. انت كده ده هتلاقي البوليس جه واخدوه، وممكن يروح ما يرجعش. هنا في انجلترا رمضان زيه زي اي يوم عادي خالص في السنة، ولا بناخد اجازات من الشغل، ولا بنشتغل نص يوم لحد الساعة 12 واحدة الظهر، واصلا بنروح الصبح الساعة 10. ده الناس يعني اللي عندهم رمضان. احنا هنا مفيش رمضان. انا ما زلت عادي خالص طبيعي زي كل الناس المسلمين اللي بيصوموا رمضان هنا. بتصحى الصبح الساعة 7 يمكن 6 كمان، بتروح شغلك وبتقضي اليوم طبيعي خالص. ممكن بتكون بتخلص شغلك الساعة 7 8 بالليل، واحد زينا. المغرب ممكن يدن وانت لسه بره، مفيش اي حاجة، عادي خالص. ولكن الناس هنا مش فاهمين حاجة عن الموضوع ده، والبلد ما هياش يعني ما فيهاش اي حاجة تخص رمضان، ولا ليها اي علاقة باي حاجة عن رمضان. فاحنا اللي بنعمل رمضان بتاعنا، احنا اللي بنعمل زينة رمضان جوه بيوتنا، احنا اللي بنصوم، احنا اللي بنجمع صحابنا عشان خاطر نفطر معاهم ويفطروا معانا، احنا اللي بنعلم عيالنا، ودي اهم حاجة في الموضوع تقريبا. نعلمهم بقى طقوس وعادات وفرحة رمضان اللي احنا كبرنا وتعودناها وشفناها. فبنحاول على قد ما نقدر بقدر المستطاع ان احنا نعمل رمضان لينا احنا. فوانيس الحارة تنور، تحكي عن ضيف جديد، يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، أهلا رمضان غنوله، شهر الطول غنوله، أهلا رمضان، رمضان جانا. وصوت الداعي فينا يبان، بيندهنا في كل أذان، يقول حي على القرآن ويملأ قلوبنا بالإيمان. هنا بقى انجلترا ما فيهاش اي روحانيات عن رمضان خالص. يعني حتى في المدن الكبيرة، يعني حتى لو كلمتك عن لندن، برمنغهام، مدينة فيها كمية مسلمين غير طبيعية ماشي، وبيحتفلوا برمضان وبيعملوا كل حاجة، ولكن مش زي عندنا في الدول العربية. مفيش زينة في الشوارع، مفيش صلاة بقى تراويح بالليل وبتاع ومش عارف ايه، مفيش اي حاجة. انت اللي بتعمل رمضان بتاعك. المصيبة الأكبر بقى إن الناس الإنجليز هنا هم نفسهم مش فاهمين حاجة عن رمضان. هم ما يعرفوش أصلا يعني إيه رمضان ويعني إيه إنك صايم. مثال بسيط على الموضوع ده إن أنا كان ليا ناس صحابي معايا في الشغل، ومنهم الواحد كان مدير بتاعي.
ف لما بدأ رمضان فبدأت أصوم، فهو كان جاي الصبح يقول لي يلا بقى تعالى هنفطر مع بعض، فقلت له لا ده أنا صايم. قال لي يعني إيه؟ قلت له يعني ما باكلش أي حاجة من الوقت ده للوقت ده. فقال لي إيه طب وليه بتعذب نفسك كده؟ فقلت له ما بعذبش نفسي ولا حاجة، ده جزء من الديانة بتاعتنا، وأنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أتبع الدين بتاعي يعني. فقال لي طب خلاص بس أنت كده صعبان عليا، خلاص تعالى هجيب لك قهوة. قلت له لا ما انا قلت لك انا صايم انا ما بشربش قهوه او ما ينفعش ان انا اشرب قهوه. فقال لي طب ميه؟ قلت له ولا برضو ميه يعني ما فيش. قال لي خالص كده مفيش اي حاجه خالص؟ قلت له لا. قال لي لا كده انت بتعذب نفسك وكده حرام عليك. فهو طبعا مش فاهم حاجه وما يعرفش، ولكن لو عرف وجرب وعاش فعلا رمضان وصام هيعرف ان دي حاجه صحيه جدا، هيعرف ان دي حاجه ربنا قال لنا عليها مش عشان خاطر يضرنا، ومفيش حاجة ربنا قال لنا عليها عشان خاطر تضرنا، بل بالعكس كل حاجة لو اتبعناها بالظبط زي ما ربنا قال وزي ما القرآن بيقول احنا عمرنا ما هنتعب وعمرنا ما هنشتكي وعمرنا ما هيكون عندنا اي حاجة يعني. فكل سنة وانتم طيبين. اما بقى وقت الفطار ووقت السحور في رمضان هنا، فانا هتكلم عن نفسي انا شخصيا، لان انا مراتي ما بتفطرش معايا وما بتتسحرش معايا، فالموضوع بالنسبه لي يختلف يعني. انا برجع من شغلي اصلا الساعه 8 بالليل، بيكونوا العيال خلاص قدامهم نص ساعه وداخلين يناموا، فبيطلعوا يناموا 8 ونص عشان عندهم مدرسه الصبح. فانا بقعد افطر لوحدي. وبعدين هو منه فطار ومنه سحور يعني الاثنين، لان احنا كده ولا كده الفجر بيدن بدري عندنا. على الساعة 2 3 بالليل هتلاقي نفسك خلاص الفجر ويلا. وطبعا بكون دخلت نمت عشان انا كمان هصحى الساعة 7 الصبح او 6 ونص الصبح عندي شغل. فالسحور برضو يعني ساعات ما بتسحرش اصلا يعني بكون نايم ولو صحيت كده ممكن اقوم شارب ميه بس كده في السريع قبل الفجر واقوم اصلي الفجر وبعدين ارجع انام تاني ساعة واقوم صاحي رايح الشغل. فهنا مفيش اي روحانيات خالص. انا جاي اجيب العيال من المدرسه الاسلاميه اللي انا بجيبهم فيها كل يوم سبت، فهم مجهزين شويه حاجات عشان رمضان خدوها النهارده، فتعالوا افرجكم هم جايبين ايه. عملت ايه يا هنا؟ ايه دي؟ علي صوتك. يا مبارك رمضان مبارك. هي عامله لي ديت وبتقول لي هنحطها على باب الاوضه، عارفين زي بتاعه الفنادق كده اللي هي ممنوع عدم الازعاج ده، ولا اسمها دون ديسترب. فعلى باب الاوضه دي هتحطها طول شهر رمضان. وكمان مديانها كتاب ليتل رمضان بوك، وكتبت اسمها عليه علشان مش عارف ده بقى هنقعد نقراه ونشوف هنعمل فيه ايه. زارا عملتي ايه؟ وزارا كمان عملت لي حاجه تانية. بص دي بقى عيد مبارك، شكلها حلو جدا. هم اللي ملونينها وهم اللي عاملينها وقصينها بالمنظر ده. وكاتبه عليها تحت I love you so much I will fast with you. انا بحبك قوي، انا هصوم معاك يا بابا. ادي بقى كل الحاجات الحلوه اللي احنا بنحاول نعملها مع عيالنا هنا في رمضان. انا كتبت كريم عملتوا ايه؟ عملت حاجه ليا؟ طب عملت حاجه لماما؟ ما عملتش حاجه؟ عمر عملت ايه؟ وريني ادولك ايه فوق. عمر جاله ده هو اللي عمل. تعالى وريني ده مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليها ايه؟ مكتوب I don't know how to read. You don't know how to read. No. ما بتعرفش تقرا. I can read it. رمضان مبارك. يا رمضان كريم او رمضان مبارك. اوه دي جميلة. I can draw that. I can do the whole thing. And Okay. my teacher just found it. اوكي التيتشر اداها لك كده ها؟ برافو، بس برافو انت شاطر صح؟ يلا. رمضان كريم يا عم.
معاك شوكولاته ما انتش فاضي لي دلوقتي صح؟ مش مهم. من الحاجات الحلوه اللي بتتباع في السوبر ماركت بتاعه رمضان حاجه زي كده. رمضان is here، عيد مبارك. هنا تعالي. وادي واحده تانية كمان، هي ديت الكالندر اللي بقول عليها بيعملوها لرمضان، اللي بيبقى مكتوب عليها ارقام زي مثلا يوم 10 يوم 15، الارقام كلها من اول يوم 31، وعلى كل رقم هتلاقي فيه شباك صغير كده تفتحه هتلاقي تحته شوكولاتايه صغننه كده. تشجع العيال على الصيام وتفرح عشان يصوموا. هنا هنا حلوه دي ليكي تاخديها. I like the umbrella. مكتوب ايه؟ Ramadan يا is here. رمضان is here، أنا عيد مبارك. عيد مبارك. اوكي. ودي زيها بالظبط. زارا هتاخدها، انت عايزه دي؟ اوكي. كيمو I want this one. عيد مبارك وعليها الهلال، ده اسمه ايه؟ لا مش مون، كريسنت اللي هو هلال بالعربي، اسمه ايه؟ هلال. دي اللي عليها الهلال برضو نفس الكلام، الارقام كلها 1 2 3، وانت بقى تقعد تدور على كل يوم. هما مش حاطينهم بالترتيب، هما ملخبطين عشان انت تقعد تدور وتفتح براحتك. وده كتاب 30 days of Ramadan activity book. ده كتاب 30 صفحة، وطول رمضان كل يوم يقعدوا يلونوا صفحة ويقروا الحاجات اللي فيها، يكتبوا هم فطروا ايه النهارده، يكتبوا هم اتسحروا ايه امبارح. فيها شوية بازل، فيها شوية يجمع الكلمات المتقاطعة، حاجات كده يعني ظريفة. الحاجات دي ما كانتش موجودة أيامينا، احنا كنا هتصوم وخلاص الموضوع منتهي، ما فيش كلام. دي مش هتفتحها دلوقتي يا عم الحاج انت، هتفتحها امتى؟ رمضان. في رمضان لما يقولوا رمضان بكرة. رمضان is tomorrow. لا هو مش بكرة، بقول لك لما يقولوا ان رمضان هيبقى بكرة تقوم انت ايه تفتح دي بقى. كل يوم هتصوموا تقوم فاتح، اول يوم هتفتح دي. اصحى يا نايم واحد دايم. اصحى يا نايم واحد دايم. واحد دايم. اصحى يا نايم واحد دايم. اصحى يا نايم واحد دايم. اصحى يا نايم واحد دايم. رمضان كريم. اتبسطوا بالحاجات اللي عندكم، اتبسطوا بالأنس والعيشة الحلوة والجو الجميل بتاع رمضان ده، علشان فعلا بجد لو في يوم من الأيام سافرت بره هتحس بالفرق ده، وهتعرف إن رمضان هنا زيه زي أي يوم عادي خالص، مفيش أي حاجة. أنا حزين بسبب موضوع المسحراتي بصراحة، نفسي في موضوع المسحر، كان نفسي حد يصحيني بالليل، إن شاء الله حتى مراتي تجيب الطبلة وتيجي تخش الأوضة تصحى يا عم الحاج كده، اي حاجه. بس الحمد لله على كل حال. كل سنه وانتم طيبين، وهشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله في رمضان واحنا صايمين، وربنا يقدرنا ويقدركم ان شاء الله، ويتقبل منا ويتقبل منكم. اشوفكم تاني على خير في فيديوهات جايه في رمضان ان شاء الله. سلام.